سرر الأوزي والخضار هي من أفخم الوصفات اللي ممكن تتقدم، بتكون طريقتها مبتكرة وهيك نكهات فيها طعم غير شكل. واليوم رح أعملكم إياها بطريقة كتير مميزة بحشوة مختلفة عن حشوة الأوزي اللي دايما متعودين عليها. رح تاكلوا أطيب أكلة. خلينا نقول بسم الله ونعملها مع بعض. بالبداية خلينا نجهز حشوة الأوزي اللي الكل بيحبها والكل بيعمل فيها السرر. عندي هون نص كيلو لحمة مفرومة، بتقلبوها منيح مع الزيت، بعدها بتضيفوا عليها ملعقة صغيرة ملح وبهارات مشكلة وهيل وقرفة. بتحركوهم مع اللحم كتير منيح حتى تاخد اللحمة نكهة البهارات وتستوي جيدا. بهذا الشكل بتكون اللحمة جهزت معي واستوت. بتخلوها على جنب ونبدأ نجهز الرز. عندي هون الرز بعد ما نقعته وغسلته كتير منيح، بتضيفوا عليه الخضار المشكلة بعد ما سلقتوها نص سلقة. بتحركوهم مع الرز كتير منيح حتى هيك تمتزجوا مع بعض، وبعدها بتضيفوا عليهم البهارات، ملعقة صغيرة ملح وبهارات مشكلة وهيل وقرفة، نفس البهارات اللي احنا ضفناها على اللحمة المفرومة. وهيك بتحركوهم مع بعض كتير منيح حتى ياخدوا النكهة، وبعدها بتضيفوا عليهم اللحمة المفرومة بهذا الشكل الكمية كلها، وبعدها بتحركوهم هيك كلهم مع بعض حتى ياخدوا النكهات. وخلص هيك بكون تمام التمام. بتغمروه بمرقة الدجاج بهذا الشكل، وخلص أول ما يغلي معكم بتغطوه حتى يستوي معكم الرز تماما. هاي الحشوة التقليدية اللي بنعمل فيها سرر الأوزي، وأكيد ما بنختلف إنها كتير طيبة وكتير بتشهي وكمان بتبيض الوجه بالعزايم. بعد ما استوى عندي الرز بكون هون مجهز رقائق السبرينج رول بهذا الشكل، بتكون متوسطة الحجم وبزبدية بصحن هيك غميق. بتضيفوا طبقتين فوق بعض بهذا الشكل، الطبقتين أفضل حتى تكون خميلة مو رقيقة وهيك ما بتطلع معكم الحشوة. تدهنوها على الأطراف زبدة أو سمنة مذابة، وبعدها بتضيفوا عليها بالقاع لوز بعد ما قلينا. وهيك خلاص بتضيفوا الحشوة بالطريقة العادية بهذا الشكل، وبعدها بتسكروها كتير منيح بهذا الشكل، وعلى طول بتضيفوها بصينية وبتصففوا كل الكمية عندكم. وخلينا نبدأ نجهز الحشوة الثانية، وهي الحشوة المميزة بالنسبة لإلي، إلها نكهة غير وهيك بتكون تغيير عن الرز اللي احنا متعودين عليه. بالبداية بسلق الخضار، الجزر والبطاطا والبازيلا والذرة، بتأكد إنهم ينسلقوا معي تماما. وبعدها بقلب بصل بالزيت كتير منيح، وبضيفوا عليه لحم مفرومة. اللحم المفرومة مو ضروري إنها تكون كمية كتير كبيرة، ربع كيلو مناسب لهاي الحشوة. بعدها أول ما تصير معكم بهذا الشكل هيك استوت، بعدها بتضيفوا عليها ملعقة صغيرة ملح، بتقلبوهم شوي وخلص بتضيفوا كل كمية الخضار عندكم بعد ما انسلقت بهذا الشكل. هاي الخضار هيك بتطلع معها نكهة فوق الخيال. بتقلبوهم مع اللحم كتير منيح حتى ياخدوا هيك النكهات مع بعض. وبالنسبة للبهارات بنضيفها ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة قرفة. وخلاص بهذا الشكل بتكون تمام التمام، نكهات وطعم غير شكل. بس بتحركوهم مع بعض حتى ياخدوا الخضار النكهات كتير منيح ويدبلوا بهذا الشكل. بهذا الشكل بتكون تمام التمام، أخذت معي النكهات وريحتها ما أوصف لكم كيف بتشهي. آخر إشي بتضيفوا الفستق بعد ما قليتوه. الفستق أكيد بيعطيكم طعم فوق الخيال. بهذا الشكل بتحركوهم كتير منيح مع بعض آخر تقليبة، وخلص هيك بتكون جهزت معكم أطيب حشوة للسرر. وبنفس الطريقة بنحشيها، بنضيف بزبدية حبتين من السبرينج رول بهذا الشكل، وبعدها بتضيفوا عليها الحشوة. أكيد قبلها بتكونوا دهنين الأطراف بالزبدة أو السمن المذابة المتوفر عندكم أكيد. وهيك بتضيفوا الحشوة بهذا الشكل، وخلص بتغلفوها كتير منيح وبتصفوها بالصينية. وآخر خطوة هي إنكم تدهنوها على الوجه بسمنة أو زبدة مذابة، نفس ما حكيت لكم اللي بتوفر عندكم، الاثنين طيبين. وخلاص بتدخلوها الفرن حتى تتحمر معكم من فوق. وأول ما تجهز معكم هيك بتكون جهزت معكم أطيب أكلة. وتفننوا بطريقة التقديم مع الرز الأوزي جنبها والشوربات وصلصة الخيار بلبن. هيك أطيب وصفة رح تكونوا عملتوها. غدا طيب وبشهي، نكهات وحشوات خرافية، خاصة قرمشتها من برا بتكون غير شكل. بهذا الشكل خلصنا أطيب وصفة لهذا اليوم. لا تنسوا تدعموني بلايك واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.